Hi, please rotate your device for better viewing. حلو قوي، يعني الغنى والتفكير في الفلوس وحش. طب انا ماشي يا عم، استنى، ما هو برضه الحوار مش وحش زي ما في دماغك. يعني حاجه مثلا زي الازمه الاقتصاديه او الاوقات الصعبه اللي احنا فيها دلوقتي، اي اوقات صعبه بتخلق ثلاث شخصيات هنتكلم عليهم على مدار الفيديو. اول واحد طبعا وهو الايجابي، واللي فعلا خلى الناس تفكر في الفلوس، ودي حاجه كويسه، وتعتبر كمان كانت حاجه ناس كتير قوي مهملاها، وما كانتش مجرد انها حاجه بتيجي عن طريق الشغل وبتروح عن طريق الاحتياجات وبس. والحوار طلع وراه كلام كتير جدا الناس بدات تاخد باله منه دلوقتي، والناس بدات تسال اسئله حلوه قوي زي مثلا او احنا ليه ما بنتعلمهاش مثلا في المدارس. والناس بدات تفهم يعني ايه استثمار، ويعني ايه التفرقه ما بين الاحتياجات والعوائز، وكل الكلام دوت ناس كتير قوي في العالم العربي او في مصر بالتحديد ما كانوش فاهمينه. وشوف دلوقتي الشباب اللي طالع والناس اللي بدات تفهم بجد، والبرامج اللي طالعه اللي بتشجع الشركات الناشئه والافكار الجديده. ودي حاجة مهمة جدا ولازم كلنا ننبسط بيها، لأن طبعا من أهم مميزاتها تقليل البطالة ودعم اقتصاد الدولة. لأن أنت